السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في احسن صحة واحسن حال. وتتوالى الوصفات الكيك الموفرة. هنعمل النهاردة كيكة ببيضة واحدة، ومكون تحفة هيخلي طعمها وريحتها في حتة تانية خالص. كيكة شتوية من الدرجة الأولى، وفي نفس الوقت طعمها يجنن. كيكة العسل الأسود. العسل الأسود مفيد جدا ولازم ندخله في وصفات، خصوصا في فصل الشتاء. مش هتبان خالص ان هي معمولة بالعسل الأسود، خصوصا لو أولادك مش بياكلوه أو مش بيحبوه. ضيفيه في الكيك هيحبوه جدا وهيطلبوه منك كل يوم ان شاء الله. تعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف المكونات والخطوات. الكوباية اللي عايرتي بيها العسل هي اللي كملتي بيها بقية المكونات. وحدي الكوباية اللي هتعايري بيها كل المكونات عشان تطلع معاكي الكيك مظبوطة. حطيت كوباية من العسل الأسود، ما يكونش خارج من التلاجة، يكون بدرجة حرارة المطبخ. وزي ما اتفقنا بيضة واحدة بس ضفتها على العسل. دلوقتي بنعمل الكيك على قد ما نقدر ببيض قليل عشان نعمل حاجات حلوة وفي نفس الوقت مش مكلفة. وضفت على البيضة ظرف فانيليا، وبالمضرب السلك اليدوي هدمج المكونات مع بعض لحد ما البيضة تختفي مع العسل. نفس الكوباية اللي عيرتي بيها العسل مليتها حليب، بس برضو ما يكونش دافي ولا ساقع، يكون بدرجة حرارة المطبخ. وهقلب المكونات كلها مع بعض لحد ما اتاكد انها اتمزجت مع بعض. بضيف كل مكون بعد ما اتاكد ان اللي قبليه اندمج كويس جدا. المكون الدهني اللي هحط نص كوبايه فقط من الزيت، نص كوبايه فقط. ممكن تستبدليه بنص كوبايه من السمنه، وممكن تستبدليه بنص كوبايه من الزبده على حسب امكانياتك. المكون ده بقى اختياري، بس بيخلي ريحه الكيك جميل جدا. لو مش بتحبوه ما بتضيفوهوش. نص معلقه من القرفه الناعمه، لو مش بتحبيه ما تضيفيهوش خالص، مش هيأثر خالص على طعم الكيك. ولو ضفتيه لو بتحبي القرفه هتستمتعي بطعمه جدا. نفس المج اللي عايرتي بيه كوبايتين ممسوحين من الدقيق جميع الاغراض. هضيف كيس من البيكنج باودر او الكيك شيف المتاح عندك على كوبايتين ممسوحين من الدقيق وذرة الملح زي ما متعودين. وهقلب كل المكونات الجافة مع بعض. طبعا قبل ما اشتغل في اي حاجة شغلت الفرن على درجة حرارة متوسطة او درجة حرارة 180 على حسب الفرن بتاعك ما بيظبط. قلبت المكونات الجافة اللي هو كيس البيكنج باودر او الكيك شيف وذرة الملح، والمكونات السايلة كلها مع بعضها اندمجت. هنزل بكل الدقيق على المكونات السايلة، وهقلب كل المكونات مع بعض لغاية ما يديني خليط الكيك المتعودين عليه. كيكة سهلة جدا وجميلة، وان شاء الله تعجبكم وهتنجح معاك ان شاء الله من اول مرة. وطعمها تحفة، وريحتها كمان وهي في الفرن بتبقى يعني روعة. لو مش بتحبوا العسل الاسود في اي حاجة هتحبوه بالطريقة دي جدا، وخصوصا في فصل الشتاء مفيد جدا للاطفال، ومفيد كمان في ايام الامتحانات. وغني بكل حاجة حلوة. العسل الاسود عايزين ندخله في وصفات كتير الايام الجاية علشان فصل الشتاء زي ما احنا عارفين. وفي نفس الوقت هو بيمنع الانيميا، وفي مكونات حلوة جدا مفيدة للدم ومفيدة للكبار وللصغار. ولما بنحطه في كيك بيبقى طعمه حلو جدا جدا، جربوه مش هتندموا ان شاء الله. صبيت الكيكه بتاعتي في اي صينيه، صينيه بايركس، صينيه تيفال، صينيه الومنيوم. اي صينيه عندك صب فيها كيك، او صينيه انجليش عادي. لو عايزه كمان تعمليه كب كيك هيبقى برضو حلو قوي. بساوي كده وش الصينيه وادخلها الفرن على طول. بسيبها على الرف الاوسط حوالي تلت ساعه، وبعدين بعمل لها اختبار. مش بطلعها خالص غير لما بعمل لها اختبار واتاكد ان الاختبار طالع من مش معجن، طالع ناشف. طبعا التشققات اللي في الكيك دي بتدل على ان الكيك بسم الله ما شاء الله ناجح جدا وهش. هقطعها، بس يفضل طبعا انك تقطعيها وهي بارده. بس احنا علشان بقى كنا عايزين حاجه بقى حلوه كده مع الشاي بسرعه، فقطعتها وهي دافيه شويه. وريحتها تجنن وطعمها تحفه. ان شاء الله باذن الله الولاد هيحبوها والكبار كمان هيحبوها. لونها جميل قوي. وممكن كمان تضيفي عليها معلقه من القهوه سريعه الذوبان لو مش حابه طعم القرفه. بصوا جمالها، هشه وقطنيه وطعمها روعه. تتاكل بقى سخنة، تتاكل باردة، هي جميلة وشتوية جدا جدا. وبيضة واحدة بس، ما كلفناش الكيك بتاعنا بيض كتير، وفي نفس الوقت طعمه تحفة. واستفدنا بالعسل الاسود، ودخلناه في وصفة حلوة جدا مع الشاي. طبعا الشتا بقى بيحب ايه الحلويات بالليل مع الشاي بالحليب او الصبح. اتمنى ان انتوا تجربوها بالمكونات دي، هتطلع ان شاء الله معاكم وبالمقادير المظبوطه هتطلع معاكم مظبوطه جدا. وعلى فكره سكرها مظبوط جدا، مش مسكره ومش يعني سكرها للناس اللي بتحب السكر المظبوط هتعجبهم ان شاء الله.
يا رب ما يكونش الفيديو بتاعي طويل وتكون وصفتي عجبتكم، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة. اشوفكم ان شاء الله في وصفات كتير موفرة واحلى في حفظ الله.